السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم رضا صلاح من مشجع كورة. نبذة بسيطة كده عن منتخب مصر ومباراته مع اوزبكستان اللي انتهت بفوز اوزبكستان 2-0. نسمع عن كلمة اوزبكستان او منتخب اوزبكستان نفتكر ان هو منتخب مهمش كرويا، ملوش في الكورة، ما عندوش اللعيبة يعني اللي تجاري منتخبنا. نتفاجئ بلعيبة ومنتخب منظم تكتيكيا مهريا فرديا، بيكسبنا 2-0 مستريح. بيلعبنا بلاعب او مهاجم يعتبر اللي دخل فينا جونين تقريبا مرتبه ممكن ما يجيش قد مرتب لاعب في منتصف جدول الدوري المصري، فريقه في منتصف الجدول. مش هنقول بقى اهلي وزمالك وبيراميدز ولا محترفين ولا الكلام ده كله. منتخب مصر كده بيفكرني مع حسام حسن بمنتخب برادلي. لو نفتكر كده لما كنا بنلعب في تصفيات كاس العالم، كان معانا في المجموعه منتخب غينيا، منتخب موزمبيق، منتخب زيمبابوي. تصفيات كاس العالم 2014 البرازيل. طبعا احنا كلنا الاخضر واليابس في المجموعه دي، كسبنا الفرق كلها بره وجوه وجمعنا نقط كامله 18 نقطه، العلامه الكامله. مصر كده في طريقها يعتبر لكاس العالم، باقي على الحلم خطوه. نتفاجئ بقى اقوى مباراه يلعبها منتخب مصر كانت قصاد غانا. القرعه وقعتك قصاد غانا، جيت هنا يا باشا للتحدي والامتحان والاختبار الحقيقي. عملنا ايه مع منتخب غانا؟ طبعا مش محتاج افكركم، الصلاه على النبي 6-1. انت دلوقتي كده كحسام حسن برضو لعبت منتخبات تصنيف تالت وتصنيف رابع وكسبنا وتأهلنا بمنتهى السهولة لكأس العالم، وعملنا اللي محدش عمله. وما شاء الله يعني قلنا المنتخب هيعمل حاجة. لو بصينا بقى لإمكانيات غانا بإمكانيات أوزبكستان حاليا، منتخب غانا لو لعب أوزبكستان دي ممكن ياكلها أكل. حابب أوجه رسالة لمحمد هاني. محمد هاني بيلعب في النادي الأهلي، بيلعب في منتخب مصر الأول. من إمتى؟ من سنين. محمد هاني لعب في مباريات قارية محلية عالمية، كأس عالم الأندية، دوري أبطال أفريقيا. لعب مع منتخب مصر في مباريات قوية جدا، ومع ذلك محمد هاني لسه دماغه في حتة ان هو ناشئ، ما تفهمش ازاي. كرة الهدف الثاني بتاع اوزبكستان، لاعب اوزبكستان بيعمل ثرو للمهاجم، كان بايد محمد هاني يقطعها بس الكرة عدت منه، مفيش اي مشكلة خالص. ايه اللي حصل محمد هاني بيرجع ببطء شديد جدا، بيتمشى، ما عندوش حتة الحمية والاجريسيف والشراسه كده، ان انا عايز الجرينتا بتاعت الطليان كده، ان انا عايز اخد من الراجل ده الكوره. لا، ده راجع بمنتهى السهوله جدا، ريلاكس، الراجل بيتمشى خالص لحد ما اللاعب عدى من لاعب منتخب مصر وعدى من الحارس وجابها جون بمنتهى السهوله جدا. ومحمد هاني على ما وصل كان ما شاء الله الهدف الثاني جه في مرمانا، والهدف الثالث برضه ضاع بغرابه. كده الجيل ده يعتبر اخره افريقيا وكاس العالم اللي جاي، وبعد كده شكرا. لو مش هتلحقوا تعملوا حاجه بكم المحترفين واللعيبه اللي عندنا دي، مش هتعملوا حاجه تاني خالص بعد كده. نتمنى من اللعيبه تلعب برجوله، تلعب وتمتعنا، تمتع نفسها. حسام حسن في تصريح يؤخذ عليه بيقول لك احنا كنا ممكن يبقى مستوانا اقل من كده ووحش ونكسب. لا، انا عايز المستوى يبقى اعلى. انت يا كابتن لا كان مستواك حلو ولا كان مستواك عالي، ولا كنت بتلعب كوره والفريق التاني كان بايده يكسب بسكور اعلى من كده كمان، وما عملناش حاجه يعتبر في الكوره. ناخد كده يا جماعه بعد اذن اللعيبه وبعد اذن الجهاز الفني بتاع منتخب مصر، عايزين نرجع الجماهير تتفرج على مصر تاني، تستنى مباريات المنتخب تاني، مش تستنى اهلي وزمالك بس، تستنى مباريات المنتخب تاني. دلوقتي الجماهير بتبقى عارفه ان في ماتشات للمنتخب النهارده، وممكن ما تلاقيش حتى القهوه مشغله الماتش. مش هقول لك جماهير في المدرجات، الجماهير اللي في المدرجات قلت بسبب ان المنتخب ما بقاش زي الاول، المنتخب ما بقاش يدي، اللعيبه ما عندهاش روح ان هي تلعب باسم منتخب مصر. ما بالك بقى القهاوي، ممكن تلاقي الماتش اساسا شغال واللعيبه والناس قاعده ما بتتفرجش عليه، ممكن تلاقي القهوه مش جايبه اساسا الماتش. ليه؟ لان المنتخب ما بقاش زي الاول. عايزين الناس ترجع تتفرج تاني على منتخب مصر، عايزين اللعيبه تلعب بروح، تلعب بحماس، تعمل اللي عليها، تمتع نفسها، تمتع الجمهور، تلعب السهل الممتنع. اعمل اللي عليك في الملعب وسيب الباقي على ربنا. وفي نهايه الفيديو يا جماعه ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشير الفيديو علشان خاطر يوصل لاكبر عدد من الناس، وانزل اكتب تعليق قول لنا ايه رايك في الكلام اللي اتقال، والاهم من ده كله صلى على الحبيب. سلام.